كلنا نسأل حالنا نحن هون بسوريا، إلنا 12 سنة من الحرب، دمار وقتل وفقر ومعاناة، ولسه هلا جتنا الزلازل. معقولة نحن نستاهل كل هذا الشيء؟ معقولة الله كاتب لنا كل هذا العذاب؟ أنا رح جاوبكم عن هاي الأسئلة بقصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. هذه القصة تختلف عن كل القصص لأنها بتتعلق بعلم غير قائم على الأسباب. واللقاء اللي كان بين سيدنا الخضر وموسى كان لقاء استثنائي، لأنه بيجي على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ أن خلق الله آدم حتى يومنا هذا. القصة بتقول: وقف سيدنا موسى خطيبا في بني إسرائيل وأذهلهم بعلمه، فسألوه: من هو أعلم أهل الأرض؟ فجاوبهم هو، فعاتبه الله لأنه لم يرجع الفضل إليه، وأخبره بأن هناك رجل صالح موجود في منطقة تسمى مجمع البحرين. فسأل موسى ربه عن كيفية الوصول إلى هذا الرجل الصالح، فأمره ربه بالخروج وأن يأخذ معه حوتا ويجعله بمكسل، أي سلة يضع فيها سمكة، وفي المكان الذي يفقد فيه الحوت يكون هذا الرجل الصالح. وانطلق سيدنا موسى وأخذ معه فتاه يوشع بن نون والحوت، وبالفعل في المكان الذي فقد فيه الحوت وجد الرجل الصالح، فسلم عليه وعرفه عن نفسه وقال إنه أتى ليتعلم منه. فعرفه الرجل الصالح وهو سيدنا الخضر وقال له: إن الله قد أطلع كلا منهما على علم لا يعلمه الآخر، ولكن أصر موسى النبي على صحبته، فوافق الخضر بشرط ألا يسأله عن شيء حتى يبين له ما قد ينكره عليه. وهون بتبلش أهم رحلة في تاريخ البشرية، لأنها بتوضح لنا كيف بيعمل القدر. بدأ المسير على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة وكان من فيها قد عرفوا الخضر، فأخذوا موسى والخضر دون أجر. وعندما وصلا قام الخضر بسقب القارئ. هنا انفجر موسى النبي غضبا وأنكر فعله، لأنه لا يتناسب مع الإحسان الذي قدمه أهل السفينة. شوفوا هون المعاناة الرهيبة اللي وقعت على أهل القارئ: ألم، خوف، رعب، تضرع. وجعل موسى النبي يقول: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا أمرا. وهون اهتاب للقدر، مثل ما نحن بيصير معنا: يا ربي ليش هيك عم يصير فينا؟ ليش كل هالمعاناة؟ معقول نستاهل كل هالعذاب كل هذه السنين؟ فما كان من الخضر إلا أن ذكره بشرطه، فاعتذر موسى النبي مبينا ذلك ما كان إلا نسيانا منه. قال تعالى: قال: ألم أقل إنك لم تستطع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني إن نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وعندما وصلا ونزلا إلى الشاطئ شاهد الخضر غلاما يلعب مع رفاقه. شوفوا هون الخضر اللي وصفوا ربنا بالرحمة قبل العلم قام بقتل الغلام. هون انفجر موسى النبي غضبا وأنكر فعله، لأنه ليس له الحق أن يقتل نفس البشرية. قال تعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فما كان من الخضر إلا أن ذكره بشرطه، فاعتذر موسى النبي وأخبره أنه لن يعترض على شيء مرة أخرى، ولا اعترض أن يتركه ولا يصاحبه. فتابع المسير حتى وصلا إلى قرية رفض أهلها ضيافتهما،
فشاهد الخضر فيها جدارا يوشك على السقوط فبناه وعدل ميله، فانفجر موسى النبي غضبا وقال لو أنه أخذ أجر ما عمل لتمكنا من الحصول على الطعام الذي لم يقدمه لهم أهل القرية. فما كان من الخضر إلا أن أخبره بأن لحظة فراقهما قد حانت، وسيخبره بمن سخره ربه أن يحكي لنا قبل موسى النبي عن حكمة القدر. قال تعالى وهذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأما السفينة والضرر الذي ألحقه بها فما كان ذلك إلا للتخلص من ظلم ملك كان يأخذ كل سفينة صالحة من أهلها عنوة، فأراد الخضر أن يحدث فيها عيبا حتى يغض طرف هذا الملك عنها. وأما قتل الغلام لأنه كان جاحدا بالله وأبواه مؤمنين، ويخشى أن يتبعاه في دينه حبا له وحاجة إليه، وأراد الله أن يرزقهما بمن هو خير منه. وأما الجدار الذي عدل ميله فكان تحته كنز ليتيمين يعيشان في البلدة، فأراد الله أن يحفظه لهما حتى يبلغا، وذلك بسبب الصلاح الذي كان في أهلهما. وختم الخضر حديثه بأن كل ما فعله لم يكن إلا بأمر الله. هو شوفوا السر الإلهي وحكمة القدر اللي نحن ما بنعرف بعضها حتى يوم القيامة. نحن منظورنا للشر هو أمر نسبي، لأنه ما نشوف الصورة كاملة. فللقدر أنواع ثلاثة. القدر الأول هو شر نراه فتحسبه شرا ولكن الله يكشفه على أنه خير، وعند كل واحد فينا عشرات الأمثلة عليه. والقدر الثاني كقتل الغلام شرا تراه فتحسبه شرا ولكن في الحقيقة هو خير، ولكن لن يكشفه الله لك ما حييت فتعيش عمرك وأنت تحسبه شر. فلم تكن أم الغلام تعرف لماذا قتل ابنها، فجأة جاء رجل قتله ومشى، ولم تعرف أن الطفل الثاني كان بديلا عن الأول، حكمة لن تصل إليها أبدا. نحن اللي عم نمر على هذا المشهد مرور الكرام نعرف لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلم ولن تعرف. القدر الثالث وهو الأهم، وهو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري، لطف الله الخفي، والخير الذي يسوقه الله لك دون أن تراه ولن تعلمه. قلوا لي، هل اليتامى كانوا بيعرفوا أنه الجدار سيهدم؟ هل اليتامى كانوا بيعرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ فسنعود سوية إلى كلمة الخضر أو القدر المتكلم. لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم الصورة وتفهم القدر، لأن الصورة أكبر من عقلك. فاستعن بلطف الله الخفي، وثق بربك وبأقدار الله، فإن قدرك كله خير.